اللي خلى ابو طالب يموت كافر كان صاحبه اللي معاه في وقتها هو ابو جهل. اللي خلى الوليد بن المغيرة ابو سيدنا خالد بن الوليد يموت كافر هم اصحابه، والامثله كتير. كل واحد من دول كان ممكن يسلم ويؤمن ويهرب من النار، لكن الصحبه الوحشه هي السبب. الكارثه لما بتيجوا يوم القيامه، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. يعني صاحبك حبيبك اللي خربنا سوا، صاحبتك اللي بتشجعك على الذنوب، هيجوا يوم القيامه يتخانقوا معاكوا زي الاعداء. ما هو اللي ما كانش خايف عليك في الدنيا من نار الاخره هينفعك في الاخره ازاي؟ فليس له اليوم هاهنا حميم. ربنا ادانا استثناء لده، قال الا المتقين، هم دول اللي ساعتها هينفعوا بعض. يعني صاحبك حبيبك اللي بياخدك من ايدك عشان الصلاه، صاحبتك اللي بتقولك يلا نصلي الظهر دلوقتي وبعدها نطلع على المحاضره، صاحبتك اللي بتقولك تعالي نتسابق مين يحفظ قران اكتر، صاحبك اللي كل ما يلاقي دوره يبعتها لك ويقولك في خطوه للجنه تعالى ناخدها سوا، صاحبك اللي كل ما يشوفك يعلمك عن دينك ويساعدك تبقى افضل. دول بس هم اللي هينفعوك، هم دول اللي هيروحوا لربنا ويقولوا يا ربنا اخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم اخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا، فيخرجوك. فاختار صاحبك كويس، وبلاش اصل ده شيء اللي متربي معايا، بلاش اصل دي اختي اللي ما جبتهاش امي. موضوع مش هزار، ساعتها والله كله هيفر. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، كل واحد ساعتها هيقول لك يلا نفسي. من النهارده تخير صاحبك وصاحبتك، يا اما تاخدوا بايد بعض للجنه، يا اما هو من طريق وانت من طريق. صدقني عوض ربنا بالاصدقاء الصالحين والله العظيم احلى 1000 مره من اللي بيدلوك. روشته النهارده انك تقعد مع نفسك وتفلتر اصحابك وتشوف مين هيكمل معاك ومين هيبعد، ومش شرط تقول له خاصمني، انت قلل معاه كلام تدريجيا، ولو هتخاف انك مش هتقدر يبقى اقطع معاه مره واحده، وكتر كلام مع اللي هياخدوا ايدك للجنه، اللي كل قعده واحده معاهم تاخدك خطوات للجنه، ودول هتلاقيهم في مسجد الكليه ولا في دروس العلم والاماكن بتاعتهم وانت عارفها اكتر مني. الحق نفسك بنفسك، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. سلام.